سمنتك ضعيفة ومبوظة بقية تناسق جسمك، تعالى في أقل من دقيقة هقولك على حل نهائي للمشكلة. السمنة مكونة من عضلتين، جاسترونوميوس ودي الخارجية، وعضلة السوليوس ودي اللي تحتها. العضلتين معديين مفصل الكعب، علشان كده بيساهموا إن مشط الرجل يعمل دورسي وبلانتر فليكشن. لكن عضلة السوليوس مش بتعدي مفصل الركبة، علشان كده بتلاقي الناس بتتمرن لها تمرين زي السيتد كالب إنه بيقفل الركبة ويخليك تركز عليها أكتر. ولكن ده مش معناه إنها ما بتشتغلش وأنت فارد ركبتك في تمرين زي السمان على الليج بريس أو بالدمبل على أي عتبة أو حتى على السميث ماشين. والسمانة زي معظم عضلات الجسم ممكن تستفيد من عدات قليلة زي من 5 ل 10 مع وزن عالي، ممكن تلعبها بأوزان متوسطة من 12 ل 20 عدة، وده اللي أنا بفضله في الأول لحد ما تتعلم الأداء وتتعود تحس بيها في التمرين. والأداء الأفضل ليها من وجهة نظري هو إنك تنزل تستريتش على الآخر وتثبت ثانيتين أو 3 وتطلع تنقبض على الآخر. وزي أي عضلة ضعيفة حابين نطورها ممكن نتمرنها في أول التمرين وأكتر من مرة في الأسبوع. فلو هحط لنفسي جدول هيبقى عبارة عن 3 أيام في الأسبوع، مجموعتين سيتد ومجموعتين فارد ركبتي الشكل اللي ترتاح فيه، وهخلي يوم ألعب بأوزان عالية عدات قليلة ويومين أوزان متوسطة عدات من 12 ل 20.